تقبض المرتب بتاعها وتسيبه في البنك، ما تاخدش منه أي حاجة، وعايزة بقى تاخد مصروفها مني، خروجها ودخولها، مصاريف البيت ولوازم البيت كلها مني وكأنها مش شغالة. طب أنا إيه اللي استفدته أنا بقى كده؟ ازيكم؟ أنا متجوز من 4 سنين، وكان من شروط الجواز قبل ما اتجوز مراتي إن أنا أتكفل بتعليمها، هي فاضلها سنتين وتخلص التعليم بتاعها. المهم أنا عملت اللي عليا وخليتها تكمل دراستها، وهي دلوقتي اتخرجت واشتغلت في شركة محترمة جدا وكبيرة وليها مستقبل باهر. المهم بقى اللي اتفاجئت بيه بعد ما عملت كده، لقيتها عايزة تاخد مني مصاريف البيت ومصاريفها الشخصية ولا كأنها شغالة، اللي هو مش عايزة أصلا حتى تساعد في أي حاجة ولا عايزة تدفع أي حاجة. المهم الموضوع ده ضايقني جدا واتنرفزت وعملت مشكلة. اللي ضايقني أكتر إن لقيت أبوها واقف في صفها، اللي هو إزاي يعني؟ ما أنت متكفل بيها. المهم رحت أنا قلت له طب إزاي يعني يا حاج؟ ما